سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكثير من الأدعية حتى نستأنس بها، لأن الأنبياء جميعا مروا بتجارب كثيرة نمر بها نحن اليوم على جميع الأطراف وعلى جميع مناحي الحياة، سواء كانت التجربة عبارة عن ابتلاء بالفقر أو ابتلاء بالمال أو ابتلاء بالصحة أو ابتلاء بالولد أو ابتلاء بالوظيفة أو ابتلاء بالمجتمع أو الظلم أو أي شيء من هذه الأمور. وضع لها الإسلام، وضع لها الله سبحانه وتعالى في القرآن حلول كثيرة، لكن الإنسان أحيانا يعني كما يقولوا لا ينتبه لمثل هذه الأدعية وكنوزها وأسرارها. قد يعني يتكلم عن هذا الدعاء لكن دون أن يفهم معناه. وسبحان الله، يعني الناس تسعى أن تفهم معنى كل شيء في الحياة أحيانا إلا القرآن الكريم. ترى الكثير منا يقرأ القرآن ولا يفهمه. يعني ممكن أنه لو رواية عادية أو كتاب صغير قصة قرأتها وما فهمت معناها ممكن ما أكمل. نكتة لو حدا حكى لي إياها ممكن ما أضحك عليها لو ما فهمتها، لكن ولله المثل الأعلى القرآن نقرأه بدون فهم. لذلك إحنا اليوم وقعنا في هذا المطب، مطب كثرة الحفاظ دون تطبيق، مطب أنصاف الملتزمين، مطب الالتزام الأجوف. إذن في أمور كثيرة اليوم إحنا بنمر فيها وبنعاني منها، لها أسباب معروفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة السلف الصالح لما وضعوا نموذج للحفاظ كنا نشوف يعني ونسمع عن طبعا نشوف بعين قلوبنا ونسمع عن أخبار الصحابة والسلف كيف كانوا يحفظوا القرآن. كان عندهم معادلة خماسية رائعة، كانوا معادلتهم في حفظ القرآن: اقرأ، أولا يقرأوا، 2 افهم، 3 تدبر، 4 طبق، 5 احفظ. لكن احنا بنيجي دائما عند مرحله الحفظ بنبدا نحفظ اولادنا ونحفظ بدون ما حتى نفهم شو الكلام اللي بينحكى. لذلك وقعنا احيانا في هذا المطب، انه الفنا بعض الادعيه، بنحكي الدعاء ربنا ياتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، بنحكي عن دعاء مثلا لا اله الا انت سبحانك يا ربي اني كنت من الظالمين، بنحكي عن دعاء ربي إني مغلوب فانتصر، بنحكي عن دعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بنحكي حسبي الله ونعم الوكيل، لكن مش شاعرين بالمعنى. ويمكن هذا هو الفاصل بيننا وبين الأنبياء اللي كانت تستجاب أدعيتهم. كان يشعر من قلبه بالدعاء ومعنى الدعاء ويستحضره، والقلب بيبقى مستعد لهذا الشيء. واليوم رح نتكلم عن يعني كنز حقيقي من كنوز استجابة الدعاء اسمه اليقين. كتير في ناس بس تروح تحكي لها أعطيني دعاء بقول لك أنت ادعي، المهم يكون في عندك يقين بالله. طب شو يعني يقين؟ شو يعني كلمة يقين؟ يقين يعني تصديق، يعني انك مصدق كل وعود الله. في اللغة العلماء أطلقوا على الماء يقن الماء إذا استقر ولا يتحرك. وانت إذا استقر قلبك وما كان في أي اهتزاز، يمكن ربنا يستجيب، يمكن ما يستجيبش، يمكن ربنا بيحبنيش، يمكن بيحبني، يمكن ربنا بده يسمع مني، يمكن بدوش يسمع مني، يمكن إذا ما في استقرار اللي هو اليقين، اللي هو السكون النفسي والاستقرار القلبي، إذا ما فيش هذا الشعور صعب استجابة الدعاء تكون سريعة. ليش؟ لأنه اليقين، من أهمية اليقين ذكر في القرآن 3 مرات ب3 صيغ مختلفة. مرة القرآن تكلم عن علم اليقين، مرة تكلم القرآن عن حق اليقين، مرة تكلم القرآن عن عين اليقين. علم اليقين هو المعلومات، في سورة التكاثر هي عبارة عن المعلومات اللي عندنا عن هذا الموضوع. عين اليقين هي إني أرى، إني مش بس معلومات، أنا كمان شايفها بقلبي، بعين قلبي. طيب حق اليقين تجارب في هذا الموضوع. يعني سيدنا زكريا مثلا لما قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، كان في عنده تجارب بالموضوع. أنا يا ربي عمري بحياتي ما دعيتك دعاء وشقيت بحياتي مهما كان، سواء استجبت أو ما استجبتوش. عشان هيك اليقين معناه أن وعود الله سوف تحصل. بصراحة القرآن يعني اليقين في القرآن كثير موجود. يقين في الرزق، أنا بسعى بس عندي يقين إن ربنا رح يرزقني. اليقين في التربية، اليقين في الدعاء، اليقين في الرزق، أنفق ينفق علي، أنا متأكد لما أطلع زكاة مالي ربنا رح ينفق علي وربنا رح يخلف علي. أيضا أول 5 آيات في القرآن تتحدث عن اليقين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى آخر ال5 آيات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل وبالآخرة هم يوقنون. إذا أول 5 آيات بتحكي عن اليقين، وكأنه رب العالمين بوجه لك في هذا النداء القرآني إنه هذه صفة اليقين لازم تكون موجودة قبل الانطلاق على أي شيء. إني أنا مصدق، فيش عندي شك بالله. اليوم كثر الملحدين، الناس اللي بتسأل هو ربنا ليش احنا بندعيه وبيستجيب لناش؟ هو ليش بتصير الزلازل والبراكين وبيموتوا فيها أطفال؟ هو ليش بيمرضوا الأطفال أصلا؟ هو الطفل لسه شو عمل؟ شكوك. يعني اليقين مش موجود. كمان هو أنا ليش صار في هيك مع إني عملت استخارة 2 و3 و4؟ التساؤلات كثيرة تعرض علينا، هي بس سببها عدم الفهم الحقيقي للمعلومة. شهر رمضان جاء ليعزز موضوع اليقين، إن الصيام وقود لليقين، بخلي الإنسان مصدق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب دعائه، لأنه في حديث إنه في للصائم دعوة لا ترد. لن نصل إلى الله وصولنا إلى الله بالتقوى، ولن تستمر هذا الوصول إلا باليقين. اليقين هو عبارة عن شعور داخلي، إحنا بحاجة اليوم نشعر إن القلب مستقر، نشعر إن القلب ساكن وهادي، لأنه ضغوطات نفسية، احتراق داخلي، أمور كتير إحنا بنعاني فيها. الإمام الرازي ألف كتاب سماه 1000 دليل على وجود الله. عجوز سمعتهم بيحكوا عنه، هي لسه مش عارفة من هو طبعا الإمام الرازي، فقالت أفي قلبه 1000 شك ليقابله ب1000 دليل. يعني هذا الزلمة اللي ألف هذا الكتاب في قلبه 1000 شك عن ربنا عشان يقلبه ب1000 دليل. والله شو بتقولي العجوز؟ والله إني أراه بعين قلبي، هي عين اليقين، عين قلبها، يعني هي شايفة دلائل ربنا ووجوده بعين قلبها. شوف هذا بالفطرة طبعا. عشان هيك القرآن تكلم عن علم اليقين وعن حق اليقين، تكلم طبعا حق اليقين ذكره في سورة الواقعة، وعلم اليقين وعين اليقين ذكرهم في سورة التكاثر. إذا نحن نريد إيمان اليقين وليس التلقين. ما بدنا حدا يلقننا، بدنا يقين ينبع من قلوبنا، وخصوصا في موضوع الدعاء. في ناس كتير اليقين مش موجود عندها، يعني بدعوش ربنا كتير، وهذول لهم على فكرة بيخسروا. أول خسارة بيخسروها الناس اللي ما بتدعيش ربنا كتير ومحجمة عن الدعاء، وخلي الحياة هيك تمشي على البركة يعني. ولما يصيبني ابتلاء بدعي، وهو طبيعي، احنا كنا البشر لما يصيبنا ابتلاء بندعي، لكن احنا بندور على انه يكون الدعاء ديدن حياتنا ونتمتع فيه بعد معرفة كنوز واسرار هذه الادعية. فمن خسائر ترك الدعاء اولا الناس اللي بتدعيش، اول مخسر كثرة الابتلاءات. راح تكون ابتلاء طالع وابتلاء نازل. ليش؟ ايوه، او مصيبه طالعه ومصيبه نازله. ليش هذا الكلام؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على قوم فيهم صنوف الابتلاءات كثيره قال اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه. يعني دول ما كانوا يقولوا الله يعني اللهم انا نسالك العفو والعافيه، واحنا بنحكي اللهم انا نسالك العفو والعافيه كثير في اليوم، اكثر من 7 مرات ايام، في اذكار الصباح، في اذكار المساء، في الصلاه بين السجدتين. طيب كمان من اهم صفات انه هدول الناس اللي بينقطعوا عن موضوع الدعاء، خسائر الناس اللي ما بتدعي ربنا، انها ما بتسمع صوتها للملائكه. يعني انت اسمع صوتك للملائكه عشان ايش؟ عشان الملائكه تعرف انك انت بتدعي، لكن انا ما بدعي ربنا وما بتوجه لربنا اصلا، وما بصير في حياتي اي شيء يسعد الحياه ماشيه معي. اذا رح تخسر، طالما ان الله يغضب، كسب غضب ربنا عليه، ان الله يغضب إذا لم يسأل رب العالمين. إذا إحنا ما سألناه بغضب، لأن ربنا بحب كتير يشوف العبد عماله قاعد إيش بيسأله وبطلب منه إنه يحقق له دعوات كثيرة. كمان الشك في الله، أنا بشك بربنا لما ما أدعيش. يعني ربنا عم يستجيب للدعوة هذه، أنت بتشك في ربنا عمالك بستجيب لأنه ده وعد، ادعوني أستجب لكم، وحاشا لله إنه يضيع وعده. كمان الدعاء بخسر الإنسان اللي بدعيش الله، بيخسر هذه المدرسة التربوية. الدعاء على فكرة مكسب، لأن الإنسان سبحان الله لما يصير عنده شيء وبده يدعي ربنا عشانه بظبط كل أموره، بظبط صلاته، بظبط عبادته، بظبط لبسه، بظبط حجابه، بتظبط كمان أخلاقها، سلوكياتها، بظبط هو أمور كتير، بصير يروح على المسجد عشان يظبط دعائه. فكأن الدعاء بيعمل إصلاح للشخصية. يعني أحيانا بتقول إنه في دعوة يا رب أنا بدعيها إلي 5 سنين ما تحققش، مع إنك أنت استجبت لدعوات كثير، لأنه أنت عمالك في مرحلة المدرسة التربوية. الدعاء بيهذب والدعاء بربي. إذن بخليني أبدأ أترك ذنوب. عشان هيك اللي ما بدعي ربنا بيخسر كتير.
رح نمشي إن شاء الله في الحلقة القادمة ونتكلم عن سر من أسرار أدعية القرآن، لكن كان لابد إنه نحكي عن موضوع اليقين، لأنه هذا العنصر مهم قبل استحضار الدعاء إنه يكون موجود عندي. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في دعاء جديد وحلقة جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.